تحبه او تكرهه، تتفق معاه او تختلف، الراجل ده بيغير العالم. ايلون ماسك بيحطم الارقام القياسيه مره تانية، بس المره دي بعد وصول ثروته ل 500 مليار دولار لاول مره في التاريخ. ثروة ايلون ماسك متوزعة بين شركاته تسلا وسبيس اكس ومنصة اكس بحيث توصل ل 79%، غير حصصه في شركات زي شركة نيورالينك الشهيرة للشرائح الدماغية وذا بورينج كومباني، غير اكس اي للذكاء الاصطناعي. ودي بس الاصول المادية، لكن ثروة ايلون ماسك الحقيقية في افكاره واستثماراته اللي خليته بقى اغنى شخص في العالم طبقا لاخر احصائيات فوربس وبلومبرج. وقريب هيبقى ايلون ماسك اقرب واحد انه يبقى اصغر تريليونير في التاريخ. ماسك ما بقاش مجرد رجل اعمال ناجح ولا رائد كبير في مجال التكنولوجيا، ماسك بقى رمز مهم وملهم لاجيال كتير من الشباب. قول لي، هل شايف ان ايلون ماسك فعلا راجل عنده رؤيه حقيقيه لمستقبل افضل، ولا هو مجرد رجل اعمال شاطر؟ سواء ده او ده، ما تنساش تتابعني لكل جديد عن التكنولوجيا والاي اي. انا مش بطاها. سلام.